أهم وأفضل المسلسلات المصرية في رمضان 2025. مع اقتراب شهر رمضان الكريم في 2025 بتستعد الدراما المصرية لتقديم مجموعة مميزة من المسلسلات اللي بتجمع ما بين الدراما والتشويق والكوميديا وحتى الجريمة والغموض. وفي الفيديو ده هنشارك معاكم أهم وأفضل مسلسلات رمضان المتوقعة السنة دي. بس في البداية بنرشح لكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا، متميز ورائد في نوعه واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضه تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. المسلسل الأول معانا هو مسلسل أشغال شقة جدا، وبيستكمل الجزء ده حياة حمدي وياسمين، الزوجين اللي حياتهم بتتقلب تماما بعد لما بيبقوا أب وأم لأربع أطفال. فحمدي بيواجه مشاكل كبيرة في شغله، وفي نفس الوقت ياسمين بتقرر إن هي ترجع لحياتها المهنية، وده بيخلي التوازن بين شغلهم وحياتهم المهنية شبه مستحيل. وفي وسط الفوضى والمواقف الكوميدية دي بيحاولوا إن هم يديروا بيتهم وحياتهم الجديدة. فهل هيقدروا ينجحوا في كده ولا لأ؟ المسلسل من إخراج خالد دياب ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب. المسلسل من بطولة طبعا هشام ماجد وأسماء جلال، بالإضافة لشيرين وسلوى محمد علي ومصطفى غريب وعلي صبحي. ورقم اتنين معانا هو مسلسل فهد البطل. المسلسل أحداثه بتدور في أجواء درامية مشوقة داخل مصنع رخام في منطقة شقة تعابين، وبيشتغل فهد كصنايعي رخام بعد ما هرب من الصعيد بسبب الظلم اللي اتعرض ليه هناك. وفي وسط محاولاته لبداية جديدة بيقع في حب زميلته كناريا، ولكن الأمور بتتعقد لما بيكتشف إن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام ممكن تهد قصة الحب دي قبل ما تبدأ. المسلسل من إخراج محمد عبد السلام ومن تأليف محمود حمدان. المسلسل من بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين ومحمود البزاوي وأحمد عبد العزيز ولوسي وصفاء الطوخي. ورقم ثلاثة معانا هو مسلسل حكيم باشا. المسلسل أحداثه بتدور في قرية خيالية اسمها نجع الباشا في محافظة قنا في الصعيد، وبيكون حكيم الباشا ده المتحكم في تجارة الآثار بعد ما ورث نفوذ عيلته عن عمه. ولكن الوضع ده بيخليه يدخل في مواجهة مع أولاد عمه، واللي بيحاولوا بكل الطرق إن هم ياخدوا منه الثروة والسلطة دي. المسلسل من إخراج أحمد خالد أمين ومن تأليف محمد الشواف. المسلسل من بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ ورياض الخولي ودينا فؤاد وأحمد صيام ومحمد نجاتي. أما بقى رابع مسلسل معانا هو مسلسل العتاولة اتنين. المسلسل بتدور أحداثه في جو من التشويق والإثارة حوالين نصار اللي بيسيب الماضي بكل مشاكله وبيفتح صفحة جديدة، ولكن حياته بتتقلب تماما لما بيكتشف إن بنته مصابة بمرض خطير وعلاجها محتاج ملايين. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. المسلسل من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة وفيفي عبده وصلاح عبد الله. أما بقى خامس مسلسل معانا هو مسلسل المداح خمسة أسطورة العهد. المسلسل بتدور قصته حوالين صابر المداح اللي بيكمل رحلته في مواجهة عالم الجن والسحر، ولكن المواجهة دي بتكون أصعب بكتير من أي وقت فات، وخصوصا مع ظهور عهد جديد بيكتشف فيه أسرار مخفية. وصابر بيلاقي نفسه وسط صراعات بين الماضي والمستقبل، وفي نفس الوقت علاقته بأهله والمقربين منه بتتعرض لاختبارات صعبة جدا. المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج ومن تأليف أحمد جمال وشريف يسري. أما بقى أبطال المسلسل فهم حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وهبة مجدي وحنان سليمان وخالد سرحان. أما بقى سادس مسلسل معانا هو مسلسل نص الشعب اسمه محمد، واللي بتدور قصته حوالين محمد واللي بيكون شغال مهندس تكييفات في المطار. حياته ماشية بشكل طبيعي لحد لما بيقع في سلسلة من المواقف اللي بتقلب حياته بشكل كامل. ووسط الأزمات دي والشخصيات الغريبة اللي بيقابلها كل يوم بيحاول إن هو يتأقلم مع التغيرات اللي بتحصل له، وكل ده بنشوفه في إطار كوميدي مليان مفاجآت ومواقف غير متوقعة. المسلسل من إخراج عبد العزيز النجار
ومن تأليف محمد رجاء، ومن بطولة عصام عمر وشيرين ورانيا يوسف وميان السيد ومحمد محمود ومحمد عبد العظيم. أما بقى سابع مسلسل معانا هو مسلسل النص. المسلسل ده قصته بتدور حوالين عبد العزيز النص، واللي بيكون نشال معروف بسمعته الوحشة، وبيعيش حياته ما بين السرقة والنصب. ولكن مع تطور الأحداث مصيره بيتغير تماما، وبيتحول من مجرد نشال لبطل شعبي، وبيبدأ في تأسيس حركة سرية للدفاع عن الوطن ضد الاحتلال الإنجليزي. وكل ده وسط أجواء مليانة بالتشويق والكوميديا ومواقف غير متوقعة. المسلسل من إخراج حسام علي ومن تأليف عبد الرحمن جويش وسارة هجرس. المسلسل من بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وعبد الرحمن محمد وحمزة العيلي ودينا سامي. أما بقى رقم 8 معانا هو مسلسل سيد الناس، واللي بتدور قصته حوالين جرحي، واللي بعد وفاة والده بيلاقي نفسه قدام لغز كبير جدا وثروة ضخمة وماضي مليان أسرار خطيرة. ومع ظهور خصوم شرسين ليه حياته بتتحول لصراع مليان مخاطر. المسلسل من إخراج محمد سامي ومن تأليف خالد صلاح. المسلسل من بطولة عمرو سلامة وخالد الصاوي وعماد زيادة وإلهام شاهين وأحمد رزق. أما بقى رقم 9 معانا في القايمة هو مسلسل عايشة الدور. المسلسل بتدور قصته حوالين عايشة، ودي أم مطلقة عندها بنت مراهقة وطفل، وبتكون عايشة حياة صعبة رغم طيبتها وحبها لمساعدة الناس. وحياتها بتاخد منعطف جديد لما بتضطر إن هي تدخل الجامعة بدل بنت أختها اللي تعرضت لحادثة، وبتلاقي نفسها عايشة ما بين شخصيتين، أم مثالية في البيت وشابة مرحة وسط الطلبة. المسلسل من إخراج أحمد الجندي ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ثروت وأحمد كيلاني وسما إبراهيم وفدوى عابد وأميرة الديب. وآخر مسلسل معانا في القايمة هو مسلسل الغاوي. والمسلسل ده قصته بتدور حوالين شمس، وده راجل من منطقة شعبية بيتعرض لظلم شديد وبيتغير حياته تماما. ومع مرور الوقت بيواجه تحديات وضغوطات كبيرة، ولكن بيقدر إن هو يقلب الموازين لصالحه، وبيتحول من شخص مظلوم لبطل شعبي في نظر أهله وأهل منطقته، لحد لما بيبقى قدوة ليهم. المسلسل من إخراج محمد جمال العدل ومن تأليف طارق الكاشف، ومن بطولة أحمد مكي وعائشة بنت أحمد وعمرو عبد الجليل وكرم جابر وأحمد كمال وأحمد بدير. وبكده أكون وصلت معاكم لآخر الفيديو. فلو وصلتوا معايا لحد هنا أحب أشكركم وأقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتزوروا موقعنا وتقولوا لنا إيه أكتر مسلسل هيعجبكم في رمضان السنة دي. وما تنسوش إن شهر رمضان شهر عبادة، وما تخلوش أي حاجة تلهيكم عن العبادة. وسلام.